وأخيرًا لقيت لكم حلا سهل وسريع ويسلم على القلب بعد الفطور تاكلين انتِ وعائلتِك، وتعالوا نشوف التفاصيل والمقادير سوا، يلا يا حبيباتي. أول شي نبلش نخلي ظرف كريم كراميل، ونخلي كريمة فيزون نص قلاص، ونخلي 6 قطع من الجبن الكيري، وهنا نخلي علبة قشطة يا بنات يسوي الطعم كلش طيب، ونخلي 4 ملائق من الحليب المكثف وكوب من الحليب. ونخفق كل المكونات بالخفاقة يا بنات حتى يتجانس عندنا المواد كلها ويكون بهالشكل. وراح نبلش نجيب بايركس ونسوي طبقات من الكريم، وبعدين أغمس من البسكت السادة بالحليب وأسويهن طبقات مثل ما تشوفون. وبنات كلش سهل، وأتمنى تجربوه لأن كلش طيب ما شاء الله. وهنا حبيباتي آخر شي أزين الوجه مالته بزبدة اللوتس وبعدين بالكراميل، وهذا الحلا مالتي جاهز. أتمنى تجربوه وينال إعجابكم، وأكيد راح تحبوه. وهنا يا بنات بعد ما برد بالثلاجة تقريبًا 4 ساعات قطعته بهالشكل وصار جاهز، وسهمكم ألف عافية، ولا تنسون خلوا لي لايك ومتابعة، أحبكم كلش هواي، مع ألف سلامة.